متابعي الأعزاء أينما كنتم طابت أوقاتكم. أخيرا قصة خلاف الشيف بوراك ووالده تعبر النفق المظلم لترى النور وتعود المياه إلى مجاريها بين الشيف العالمي ووالده، وذلك بعدما يفوق شهرين من الفراق والخصام. وهي القصة التي تابعها ملايين الناس عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. فما قصة الخلاف بين الأب وابنه، وما هي أهم أطوار الحكاية؟ بداية الحكاية كانت بعدما أقدم الشيف بوراك أوزدمير الطباخ المشهور عالميا على رفع دعوى قضائية ضد والده بتهمة الاحتيال عليه وبيع حقوق ملكية اسمه، وذلك سرا أي بدون علمه، وبمقابل 41 مليون دولار أمريكي لرجل أعمال أجنبي. وأكد أنه سيواصل مسيرته المهنية في عالم الطهي بمفرده. ونشر الطاهي المعروف الشيف بوراك مقطعا مصورا عبر حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وهو جالس وعلامات الحزن بادية على ملامحه، ويحرك رجليه وينظر إلى الأسفل دون أن ينظر إلى الكاميرا ودون كلام. وكانت خلفه نافورة تتطاير بعض قطرات مياهها عليه حيث بدا كأنه يبكي، واكتفى بالتعليق: تصبحون على خير جميعا. وقد حصد هذا المقطع الحزين لبوراك إلى حدود تصوير هذه الحلقة ما يفوق 53 مليون مشاهدة، وما يقارب 4 ملايين من الإعجابات، وما يفوق 60 ألف تعليق و120 ألف مشاركة. عبر فيها كثير من محبيه عن دعمهم له ووقوفهم إلى جانبه في ظل أزمته العائلية والمالية. وكما قلت فقد جاء ذلك المقطع بعدما أقدم الشيف بوراك أوزدمير الطباخ العالمي على رفع دعوى قضائية ضد والده بتهمة بيع حقوق ملكية اسم ابنه بوراك لرجل أعمال أجنبي دون علمه. وظهر الشيف العالمي في فيديو وضح فيه لمتابعيه أنه رفع دعوى قضائية ضد والده بتهمة الاحتيال عليه سرا فيما يخص مطاعمه الشهيرة، مؤكدا أنه سيواصل مسيرته المهنية في عالم الطهي بمفرده. كما بين بوراك أنه لم يعد يملك أي مطعم باسمه بعد عملية البيع هاته، باستثناء مطعم واحد في إسطنبول سيتم افتتاحه في سبتمبر القادم. وبعدها أطل الشيف التركي الشهير متحمسا مع ابتسامته المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو وخلفه مطعمه الكبير المحاط بصوره التي كتب بالقرب منها عبارة قريبا جدا، وهو إشهار وترويج لمطعمه الجديد، حيث استعرض السلطة الضخمة المؤلفة من طابقين. أما والده إسماعيل فقد نفى التهم الموجهة إليه من قبل ابنه بوراك بالاحتيال، وقال إن نجله ورث جينات والدته وصنع عداوة مع أبيه، مضيفا أنه المالك الأصلي لسلسلة مطاعم بوراك. وكشفت وسائل الإعلام المحلية أن الشيف التركي اضطر لبيع سيارته الفارهة لتأمين الأموال التي يحتاجها من أجل افتتاح مطعمه الجديد. ويطالب بوراك الذي يزعم تعرضه للخداع المحال التجارية التي تستخدم اسمه وصورته بإزالة اللافتات، وهي القضية التي أصبحت أشهر قضية حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد الحادثة
خرجت وسائل إعلام محلية لتؤكد أن الأزمة بين بوراك ووالده قد بدأت في فبراير الماضي، وذلك بعدما قدم الابن مساعدات لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا، إذ اعترض الأب على أنشطة ابنه الخيرية واتهمه بتبديد الأموال لجني الشهرة. وبعد هذا خرج والد بوراك السيد إسماعيل في تصريحات تلفزيونية لينفي الاتهامات التي وجهها له ابنه بوراك، وقال بأن سبب الخلاف يعود إلى كثرة الدلال حسب تعبيره ولغيرة بوراك من أخيه الأصغر. وللإشارة فأب بوراك وأمه منفصلان عن بعضهما، وأكد أن الاسم الذي تم بيعه فرانشيز لخارج تركيا، وبأنه هو صاحب الفكرة وهو الذي يسير المطاعم والمطابخ وكذا العمال، وبأنه هو الشيف الحقيقي أصلا، كما أنكر بيع أي من مطاعمه وأن كل المطاعم باسمه أصلا، وبأنه هو الذي يعطي لبوراك، فكيف له أن يكسب الدعوى القضائية؟ بل بالعكس، إذا قرر أن يرفع عليه دعوى سيأخذ كل ما لديه. وأكد أن بوراك يملك رصيدا بين 5 و10 ملايين دولار، بالإضافة إلى العديد من السيارات التي تملأ موقف بيته. وقد اتهم إسماعيل ابنه بوراك باستغلال جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل كسب تعاطفهم، وقال بأنه هو أيضا يمكنه أن يصور فيديوهات أمام الناس وهو حزين، ويقول بأن بوراك ظلمه ليكسب تعاطف المتابعين. ونفى بيع حقوق ملكية اسمه دون معرفته لرجل أعمال أجنبي مقابل 41 مليون دولار، مؤكدا أنه قام بتسجيل مطعم المدينة باسم ولده بوراك ليساعده على الحصول على الشهرة، واصفا حركاته وتصرفاته على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها مسرحية ودراما، وأن ابنه لم يفلس بل يملك سيارات بملايين الدولارات وساعات باهظة الثمن تقدر الواحدة منها ب150,000 دولار. أما مسألة رفضه للمساعدات التي قدمها ابنه لمتضرري الزلزال، فقال إنه صاحب المساعدات وليس بوراك، واصفا ما فعله بالمثل: ضربني وبكى وسبقني واشتكى. وأبدى امتعاضا من كثرة تصوير كل مراحل تقديم المساعدات، وكذلك انتقد قيامه بأخذ كميات كبيرة من اللحم رغم عدم توفره على الثلاجات للحفاظ على اللحم طريا حتى لا يتسبب بتسمم للمنكوبين المستفيدين من المساعدات. وأخيرا، وفي انفراج لقضية بوراك مع والده إسماعيل، وبعد فشل العديد من محاولات الصلح مثل التي قام بها كل من ملحم زين وماي حريري، تم لمل شملهما بعدما دخل رجل الأعمال روزاكان الذي يعمل معهما في دبي بالخيط الأبيض بينهما، وأحضر بوراك إلى مطعم المدينة وجلسوا حوالي ساعة تحدثوا فيها عن مواضيع الخلاف وحول ما جرى وما سيأتي وكيفية تجنب تكرار المشاكل. وصار صلح بينهما حتى إذا لم يكن 100% كما قال الأب. فالمهم أن الأجواء قد هدأت بينهما بعد خصام وفراق دام لأكثر من شهرين، فكان لقاء حارا التقت فيه دموعهما كما ظهر الشيف بوراك ووالده في فيديو مع رجل الأعمال اليمني المقتري يبين صلحهما. وتحدث الأب إسماعيل في حوار صحفي قصير عن إمكانية إجراء لقاء صحفي بينه وبين بوراك،
وذلك لتوضيح الأمور وكذا العمل على حل المشاكل بينهما، وذلك من أجل رؤية بوراك في فيديوهات جديدة في مطعم المدينة وفي مطعمه الجديد الذي سيفتتحه في إسطنبول. وأخيرا نفى إسماعيل أن تكون القصة عبارة عن بروباغندا للترويج لعلامتهما التجارية، وأن الموضوع أتعبهم على عكس ما روج له الكثير من المتابعين لقصتهما. أخيرا، ما رأيك صديقي أو صديقتي في قصة بوراك ووالده؟ وما هي أفضل طريقة في نظرك لحل المشاكل بين الآباء والأبناء؟ أعزائي عزيزاتي، أشكر كل من أخذ من وقته الثمين لمتابعة قصة الشيف بوراك ووالده التي شغلت العديد من المتابعين في الفترة الأخيرة. كما أمل أن يكون الموضوع قد نال إعجابكم، وأتمنى أن تدعموا وتشجعوا القناة بالاشتراك والإعجاب وكذا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وسأكون سعيدا بمشاركتكم رابط الفيديو ليصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين. إلى أن ألتقيكم في فيديو جديد، تقبلوا مني أصدق وأحر التحيات. إلى اللقاء.